تخيل انك منتخب البرازيل بتلعب نص نهائي كاس العالم على ارضك وقدام جماهيرك، وكل الناس مستنيه تشوفك في النهائي قدام منتخب المانيا، منتخب قوي طبعا لكن محدش كان متوقع انك هتخسر. 90 دقيقه كانوا كفايه ان العالم كله يقف مصدوم وان ماتش واحد يبقى علامه في تاريخ كاس العالم. فايه اللي حصل وازاي المباراه دي بقت اول ماتش يجي في بالك لو حد قالك فضيحه كرويه؟ ولو دي اول مره تشوف الماتش فانت داخل على حكايه عمرها ما هتتكرر، ولو شفته قبل كده فانا واثق انك هتعيش الحكايه معايا بشكل مختلف. بس قبل ما نبدا عندي ليك تحدي صغير. خلال الفيديو ده هقولك شويه معلومات وحقائق عن البرازيل والمانيا. شوف الفيديو للاخر واكتب لي في الكومنتات كنت تعرف كم معلومه، ولو عندك معلومه قويه عن اي واحد من الفرقتين ما اتقالتش شاركها معانا عشان الكل يستفيد. اعمل لي فولو على الانستجرام وخش قناه الواتساب ونورنا، ويلا بينا نبدا. زيدينيو. تنطلق صافرة البداية والبرازيل بتلعب من غير نيمار، وكرة هنا مع هالك يلعبها لمارسيلو ويعرض لكن المدافع بيطلعها، وكرة هنا بتتلعب باصة ومطالبة بفاول لكن الحكم بيكمل وتروح لمارسيلو ويتقدم ويشوط لكن بتطلع بره. كرة تتلعب لهالك ويجري ويعرض لكن نوير يمسكها. كرة عرضية وتتلعب باص وأوزيل يشوط لكن تخبط في الدفاع وتطلع بره. كرة ركنية هنا وبيستعد عشان يلعبها ويعرض وجون جون جون جون. الله يا مولر، في الدقيقة ال11 جون من بدري كده يريح الألمان. توني كروس اللي وسع كرة بالراس، جول. بمناسبة الهدف الأول لألمانيا، كنت تعرف إن ألمانيا هي الأكثر وصولا لنهائي كأس العالم في التاريخ برصيد 8 نهائيات، فازت بألقاب 1954 و1974 و1990 و2014. المهم يلا نكمل. كرة عالية ورأسية تروح لمولر يستلمها على تحت ويروح لها لكن ديفيد لويس بيسبقه وبيطلع الكرة بره. وكرة تروح لهالك يحاول يستلمها فيقع وياخد معاه لاعب كده بالمرة. كرة هنا تتلعب لمارسيلو ويجري عليها وضربة جزاء، بس ايه ده الحكم اداها ركنية عادي. وهالك هنا بيقول له استناني بره يا ابن ومولر بيقول له خلاص بقى ده انا واقف حتى عيب، والحكم بيخاف منه بس بيكمل لعب عادي برضه. الكرة هنا تتلعب لكروس ويلعب باص سحر المولر يسندها لكروس ويشوط وترجع تاني ويشوط. والهدف الثاني، ايه الهدف الثاني للالمان وبيوسعوا الفرق في الدقيقة 23. كأس العالم. كرة لتوني كروس تعدي توني كروس وخطرها، جول 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 بمناسبة الهدف الثاني للألمان، كنت تعرف إن الهداف التاريخي لكأس العالم ساعتها، وركز على ساعتها دي عشان الموضوع اختلف دلوقتي، كان هو الألماني كلوزا برصيد 16 هدف، وكسر الرقم القياسي للظاهرة رونالدو في عقر داره وأمام جماهير البرازيل. المهم يلا نكمل. كرة هنا مع ديفيد لويس يلعبها باص حلوة قوي تعدي لكن نوير يقول له امشي يلا مفيش كرة هنا. كرة هنا يلعبها كروس ويمشي ويباصي الكرة ويعرض وتعدي ويشوط ويحط الهدف الثالث. ايه الهدف الثالث؟ الله يا كروس، شوطة حلوة قوي وشكل فيه فضيحة هتحصل في الماتش ده. هدفين في دقيقتين مش معقولة، هدفين في دقيقتين من نفس اللاعب. بنجوم الأبطال إلى حد الآن المنتخب البرازيلي حقيقة المشاهدين الكرام الثالث جابانو بثلاثية ألمانية توني كروس. بمناسبة الهدف الثالث للألمان، كنت تعرف إن ألمانيا ما خسرتش ولا ضربة ترجيح واحدة في تاريخ مشاركتها في المونديال، دخلوا 4 مواجهات وكسبوا 4. المهم يلا نكمل. كرة هنا المدافع يغلط وتروح لألمانيا ويلعبها باص وترجع له ويشوط. والهدف الرابع، الهدف الرابع في الدقيقة 26 حطها والجون فاضي. فضيحة كروية والبرازيل بتنهار. ولا واحد في العالم، وهذا الرابع وهذا الرابع. فضيحة فضيحة كروية، فضيحة كروية برازيلية لقبل الدموع. شوف يا عيني. بمناسبة الهدف الرابع وأكيد لألمانيا يعني، كنت تعرف إن في مونديال 2014 ألمانيا بقت أول منتخب أوروبي يقدر يكسب ويشيل كأس العالم على أرض قارة أمريكا الجنوبية. المهم يلا نكمل. محاولة هنا مع هالك يعدي من 3 ويتكسر والحكم ما يديش حاجة وشكله مش خايف على حياته. كرة هنا تروح لسامي خضيرة تقريبا يعدي ويلعبها لكروزا ويرجعها له ويشوط وجون. الهدف الخامس في الدقيقة 29. البرازيليين مش ملاحقين، فضيحة مش طبيعية. 5 أهداف في 29 دقيقة وقدام البرازيل. والخماسية ودي كرة بس على جول جول مش معقول غير مقبول. بمناسبة
الهدف الخامس وجسوت اكيد لألمانيا. مش ملاحق على المعلومات والله. كنت تعرف ان في الماتش اللي احنا بنشوفه النهارده ده توني كروز جاب جونين في 69 ثانية بس، ودي اسرع ثنائية يسجلها لاعب واحد في تاريخ كاس العالم كله. مهم، يلا بينا نكمل، بس قبل ما نكمل في الفضيحة دي اعمل لايك وسبسكرايب ويلا نكمل. كرة مع مولر يلعبها اللحمة بس فين الدفاع ويرجعها ويشوط، لكن تخبط في المدافع وتطلع بره. وباقي الشوط الأول كان ألمانيا بتبهدل في البرازيل، ويخلص الشوط الأول 5-0 لألمانيا. بس قبل ما نكمل روح اشرب مية وأنا هروح أشرب مية، واعمل لايك وسبسكرايب ويلا نخش على الشوط التاني. ويبدأ الشوط التاني ومدرب البرازيل بيعمل تبديلات، قال يعني هيرجع، ويبدأ الشوط التاني بشوية هجمات من البرازيل بس مفيش أي تهديف، وفعلا حاولوا كتير بس مفيش أي جون كان عايز يجي، وكان في تألق جدا من نوير بصراحة. وانا بختصر عليكم عشان ما اضيعش وقتك، واحنا عارفين ان مفيش رجا انهم يرجعوا. وعلى فكرة انا بكره منتخب المانيا ده جدا والمانيا عامة. المهم يلا نكمل ونستمر في المحاولات من الفرقتين لحد الدقيقة 69، وكرة يلعبها كروس للحمة، يلعبها على اليمين لخضيرة ويرجعها اللحمة ويباصي وجون جون 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 جون. ايه الهدف السادس للألمان والفضيحة اكتملت، وضاعت امال البرازيليين في العودة وهي كانت ضايعة اصلا. توني كروس عندما يأتي فيليب لام على اليمين سامي خضيرة يتقدم، خضيرة يعطي كرة اللعب، خطورة للسادس، وهذه كرة السادس جول. بمناسبة الهدف السادس ما أكيد للألمانيا يعني. المهم كنت تعرف إن ألمانيا أكتر منتخب وصل لنص نهائي كاس عالم ب13 مرة، وكان المنتخب الوحيد اللي يوصل للسيمي فاينال 4 نسخ ورا بعض من 2002 لحد 2014. المهم يلا نكمل. مش عارف نكمل ايه والله، بس يلا. كور كتير ومحاولات كتير من البرازيل، ونروح للدقيقة 79. باصة كده رهيبة واستلامة أرهب ويشوط يا ابن اللعيبة، جامد جدا، جون رهيب، السابع لألمانيا، وخلاص الماتش خلص. عالمي قوي قوي قوي، أحسن جون في الماتش. سيباستيان دايسلر، ستيفان ايفنبرغ، بيرت شوستر، والسابع جول صاروخية سلام. بمناسبة الهدف السابع لألمانيا، كنت تعرف إن ألمانيا هي أكتر منتخب في التاريخ صعد على منصة التتويج في المونديال برصيد 12 ميدالية، 4 ذهبيات و4 فضيات و4 برونزيات. المهم مش عارف ليه نكمل، بس يلا كله عشانك، فاعمل لايك وسبسكرايب وقول لي رأيك في الكومنتس في الفضيحة دي، ويلا نكمل باقي الماتش. باقي الماتش برضو كله فرص، وألمانيا بتلعب أكنها لسه النتيجة 0-0، والبرازيليين لسه ما خرجوش من الملعب. بس يا جماعة أنا بحب جدا البرازيل، ده كله هزار والله. وكرة هنا عند أوسكار وجون جون 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 جون، يا خيبتكم والله في الدقيقة 90 يا راجل. يا اوسكار جول جول جول. وأخيرا بمناسبة الهدف الأول للبرازيل، كنت تعرف إن البرازيل هي الأكثر تتويجا بلقب كأس العالم برصيد 5 ألقاب، وهي المنتخب الوحيد في العالم اللي شارك في كل النسخ المونديال عبر التاريخ من غير ما يخيب ولا بطولة واحدة من سنة 1930 لحد النهاردة. وأخيرا الحكم يخلص الماتش، ولازم ما ينساش إن هالك مستنيه بره. وبس كده نكون خلصنا. قبل بقى ما نخلص اعمل لايك وسبسكرايب يا بني ادم عشان احنا تعبنا جامد قوي، وخش اعمل لي فولو على الانستجرام، عايزين نوصل 10 فولورز. بصوا متطلباتي عبيطة جدا. واعمل لي خش على قناة الواتساب. وبس كده نكون خلصنا. ما تنساش تقول لي عرفت كم معلومة، ولو عندك معلومات قولها لي. وبس كده اعمل لايك وسبسكرايب وسلام.